اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن بنشوف في الفيديو اللي حضراتكم تابعتوه قبل ما نبدأ حالا الهوا، ووزيرة الهجرة بتتكلم عن المشهد الانتخابي في المصري في العالم، وازاي المصريين أدلوا أو بتطالبهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقالت الوزيرة إنه ده عرس، هو عرس فعلا ديمقراطي مهم جدا، لأن هي أهم انتخابات ممكن تكون موجودة في هذا التوقيت، انتخابات رئاسية، فده شيء مهم جدا. المهم بقى أكبر من الفكرة نفسها، هي إزاي أنا أنزل وشارك وأكون فعال بشكل كبير جدا. إذا كنت بتكلم عن إن دي واحدة من أهم الاستحقاقات، وهي الاستحقاق الانتخابي أو الانتخابات الرئاسية. خلوني بس أرحب بضيفي اللي مشرفني للكلام عن المشهد الانتخابي واستعداد المجتمع المدني، وأيضا النقابات للمساهمة والمساعدة في هذا الموضوع. برحب بالمهندس ماير جرجس، مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر وأمين مساعد نقابة مهندسي القاهرة. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وإحنا بنتابع عن كثب ما يدور في العالم من ناحية، وما تشهده مصر من ناحية أخرى، والاثنين الحقيقة وجهان لعملة واحدة. يعني في النهاية أنت عايز بلدك تكون أكثر أمانا، أكثر استقرارا، وفي المقابل ده هيتحقق لما يبقى عندي انتخابات فيها شفافية، انتخابات الناس مقدرة قيمة الفكرة ونازلة تقول رأيها بمنتهى الوضوح. تقييمك للمشهد الانتخابي إيه؟ الأول مساء الخير عليكي مساء وعلى النور. السادة المشاهدين. وأضيف لكلام السيدة الوزيرة في التقرير السابق، تحية للمصريين اللي في الخارج، لأن المشهد اللي احنا شفناه في 3 أيام الانتخابات خارج مصر كان شيء مشرف جدا، لأنه الأعداد النزول واللقاءات اللي تمت معاهم قد إيه بتبين إن ولاد مصر حتى لو بعاد عنها قلبهم عليها. صحيح. فده المشهد الخارجي اللي احنا بنتكلم فيه. المشهد الداخلي يتصادف ان التاريخ بيعيد نفسه. 12 يناير 2024 هتكون بمثابة قرن على ممارسة الحياة السياسية في مصر بعد صدور دستور 23 وأول انتخابات برلمانية عقدت في مصر كانت في يناير 1924. فاحنا بمثابة إعادة التاريخ، وبنحتفل بمرور قرن على ممارستنا للحياة السياسية. في مصر الحديثة. مصر الحديثة. لأنه عفوا المقاطعة، لأنه مصر عندها تاريخ وحضارة، والدول اللي عندها حضارة الأشكال أو أساليب الحضارة المتمثلة في الانتخابات، متمثلة في الدستور، تختلف متمثلة من وقت لآخر. عندك رصيد مركون عليه. فالوقت اللي احنا فيه ده ممكن يكون مش كل الناس مدركة ان احنا بنكمل 100 سنة حياة سياسية. صحيح. فده في حد ذاته فعلا عرس يستحق ان احنا نفتخر بيه، سواء انتخابات برلمانية او رئاسية، او بدءا بعمل النقابات. والفترة الأخيرة الوعي الانتخابي في البلد او عند الناس اختلف تماما. بحكم وجودي كمستشار رئيس حزب، وجودي في نقابة المهندسين كأمين مساعد نقابة مهندسين القاهرة، متلمسين الوعي بتاع المواطن، سواء الفئوي أو ينتمي لفئة معينة اللي هي المهندسين، أو المواطن اللي في الشارع أيا كان هو انتمائه. الناس النهاردة كلها بقت عارفة يعني إيه حق إن هي تروح تدي صوتها. مثال بسيط، نفتكر من 2-3 كده أول ما بدأت الدراسة كنا بنشوف كوميك على السوشيال ميديا، مش عارف في المدارس حاطين صور الأطفال ونازلين انتخابات أمين فصل وأمين مدرسة. الناس كانت بتاخدها بشيء من الضحك، ولكن ده شيء يدعو للفخر. أنا بنتي الكبيرة اتصلت بيا قالت لي يا بابي أنا نازلة انتخابات بكرة في المدرسة. ده شيء رائع، كنت سعيد جدا. أيوه، احنا بنعلم ولادنا إزاي. ده حق. بالظبط كده. أنت حقك تقول صوتك مين يمثلك. واحنا محتاجين ده، احنا محتاجين يبقى عندنا صفوف كتيرة جدا مستعدة طول الوقت ان هي تكون في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ وفي رئاسة الجمهورية. انا عايزة ده الممارسة ده وسط الطلبة، ده شيء مهم، ودي النواة الاولى. فده المجتمع النهاردة. الوعي عند المواطن من ابتداء من الطفل اللي ملوش صوت انتخابي بس اوجد لنفسه مجال سياسي حتى لو في الفصل بتاعه في ابتدائي. فده يخلينا نشوف ان في ال3 ايام اللي جايين ابتداء من يوم الاحد والاثنين والثلاث
هيكون في ملحمه شعبيه قويه جدا، لان اصبح النهارده كل واحد عارف ان ده حقه. احنا بنسمع في النقابات جمله كده لطيفه: انا عضو جمعيه عموميه، انا ليا حق. صح، انت عضو جمعيه عموميه في هذا الوطن. برافو. انت مش عضو جمعيه عموميه في نقابه فقط، انت عضو جمعيه عموميه بكارنيهك العضويه بتاعه النقابه، وعضو جمعيه عموميه ببطاقتك. فانت ليك حق الانتخاب وصوتك ليه تمن. لما نيجي نبص للخريطه الانتخابيه في العمل النقابي في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، هنلاقي ان انتخابات نقابه الاطباء والمهندسين والصحفيين والمحاميين تحديدا، النقابات دي شهدت مشاركه غير مسبوقه في تاريخها. المحامين والمهندسين تحديدا كمان. تمام. فبنلاقي ان مفيش حد يقول لك انا مش هنزل انتخب. اللي كان ليه علاقه بالنقابه سابقا او ما كانش ليه علاقه تم دمجه للمشهد. ما بقاش في حد بيفرض على حد حاجه، ما بقاش في النهارده حاجه اسمه سوري يعني حزب الكنبه. لا، كله بقى مشارك. كله النهارده عارف ان صوته هيفرق. طيب، علشان كل عارف ان صوته هيفرق، خليني بقى ايه، حضرتك حمستني يعني. بص احنا دلوقتي خلينا، الكلام ده زي ما حضرتك قلت كده، انه انا بالبطاقه بتاعتي انا عضو جمعيه عموميه في بلدي. بالظبط. مش كده؟ تمام. ازاي نروح للاول بقى، يعني نروح للبدايه. البدايه انه الحزب او الاحزاب، اولا عشان يكون عندك مجتمع كويس، لازم تكون الحركه السياسيه فيه او النقابيه فيه بشكل شكلها جيد، يعني شكلها معقول وجيد. طيب، البدايه كده الاحزاب، بدا يبقى فيه احزاب، وبدا يبقى فيه حركه حزبيه، وبدا يبقى فيه كلام. هل الاحزاب بتقوم بدورها المنوط بيها؟ انا الحزب عنده دور سياسي طبعا مهم جدا، وده المشهور بيه، لكن الى جانب الدور السياسي عنده دور تثقيفي مهم جدا، وده كان الاساس انه يعمل على الاقل تثقيف سياسي. هل الاحزاب في مصر قايمه بالدور المنوط بيه وجودها؟ يعني احنا في احزاب كتير جدا ما بنسمعش عنها حاجه، يعني نسمع عنها لما يجي لنا ضيف فيقول ان هو عضو مش عارفه ايه، او ان هو بيشغل ايه. هل الاحزاب ليها دور حقيقي في وسط المجتمع؟ هل قايمه بالدور المنوط بيه انشائها ووجودها من اجله، وهو التثقيف، اذا كان تثقيف سياسي او خلافه؟ طيب خليني اقول لحضرتك بس بحياديه ارجوك. صدقيني، حاضر. اولا العمل العام سواء من خلال حزب او من خلال نقابه هو نوع من انواع تفريغ الطاقات بتاع البشر. بنلاقي في بعض الدول يعملوا جمعيه اهليه للحفاظ على الحيوان الفلاني المنقرض. ده استثمارا للطاقات. صحيح. احنا عندنا ميزه في مصر الناس بدات تدركها، هي الاحزاب والعمل النقابي، العمل العام، خدمه الغير. فالناس النهارده بتدور: هل انا انتمي الى نقابه مهنيه فيها مجال عمل اتطوع في احد اللجان للتوعيه للتثقيف لخدمه زملائي الفئويين في نفس هذه النقابه، او انتمي الى حزب الايديولوجيه بتاعته او فكره داعم لثقافه معينه انا مرتاح لها. فاصبح النهارده المجتمع على درايه انه لازم يستثمر وقته وطاقته. طيب سؤالك، هل الاحزاب بتقوم بدورها في التثقيف او النقابات بتقوم بهذا الدور؟ طيب النهارده المشهد يتسع للجميع، بدليل ان احنا عندنا 3 من المرشحين يمثلوا 3 احزاب، وبالتالي احزاب الساده المرشحين والاحزاب الاخرى كل حزب داعم لمرشحه بياخد الاتجاه التثقيفي، سواء في اتجاه امانات المراه فيتعامل مع المنطقه بتاعه المراه، او بيحاول يعمل ندوات يتكلم مع الست المصريه، سواء الست الطيبه البسيطه اللي لسه بتخبز في البيت لبيتها، او سيده المجتمع والدكتوره وسيده الاعمال. فلا، الاحزاب قايمه بدور الفتره اللي فاتت قوي جدا. جزء من التوعيه شغاله عليه، واستثمار الشباب. يعني الصوره الاخيره اللي كلنا بنشوفها ان 90% من الاحزاب الواجهه بتاعتها شباب. ليه؟ لان دي الطاقه، ده الاستثمار الصح. ما انا عايزه بحط شباب ناس على الساحه. يا باشمهندس، كلام جميل ورائع وكل الكلام ده، ويمكن سياده الرئيس بيؤكد للفكره دي ليل نهار. طبعا. انا عايز الناس
ويمكن كان اقوى تصريح انه مش عايزني انزل قول مش عايزك عادي يعني ده اقوى حاجه، وقال واقسم على هذا، والرئيس متمسك بهذا الكلام. لكن كان دايما طول الوقت عايز الناس يكون عندها دافع للمشاركه. قبل الدافع للمشاركه انا مش عايزه حد شاب جميل وشكله حلو ونظيف ولابس بدله حلوه، انا عايزه الناس توصل للناس. يعني فكره التعالي على الفكره، او فكره انه احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا انه القائمين على الثقافه طول الوقت عايزين الناس تطلع لهم. لا، هو المفروض ان احنا ننزل للناس، احزاب مثقفين، ننزل للقرى والنجوع ونشوف الناس اللي عندها افكار حلوه. الناس في القرى وفي النجوع بالمناسبه طلباتها ما عندهاش طلباتها بسيطة جدا، وطول الوقت هي معتمدة على قضاء حوائجها بنفسها. ده حقيقي. بل بالعكس، هي طول الوقت بتدعو للاستقرار البلد، طول الوقت بتدعم الفكرة، طول الوقت بتحب الرئيس بتاعها. فالمفروض انه انا انزل للناس دي واتابع واروح. احنا ما بنسمعش، واحنا في قناه النيل الثقافيه متبنيين فكره التثقيف بكل الاشكال والالوان، لكن ما عندناش احزاب عامله ندوات في نجوع في الصعيد، ما عندناش احزاب عامله تثقيف وجايبه ناس تفهمهم. نفهم الناس ان احنا في وقت شده دلوقتي، محتاجين نبقى فاهمين احنا مصر رايحه فين، ايه الاخطار اللي موجوده عندنا، الاماكن الحدوديه بتاعتنا الملتهبه، الوضع الاقتصادي، ايا كانت الفكره. طب هقول لك على سبيل المثال توضيحا للجزئيه دي. حزب مصر اكتوبر كان منظم مؤتمر تثقيفي في بلبيس في الشرقيه، بلدياتي للناس الطيبين الجمال اللي هناك. والكلام عن دورهم في الانتخاب وان الناس ليه تنزل. وكان موجود كل ممثلين المدينه كلها، بالعمد، بالشباب، بالكبار، بالسيدات. كان يحضروا فوق ال 1500. ممكن يكون رقم قليل بالنسبه لمؤتمرات حاشده اخرى، ولكن بالنسبه لقريه بسيطه في منطقه الدلتا ان يحضر فيها العدد ده ويبقى فيها الوعي ده شيء جميل. كانت برضو امانه المراه نظمت ندوه تثقيفيه للست الطيبه البسيطه في منطقه الجيزه. كنت مشارك في الندوه بكلمه مع الناس الطيبه اللي هناك. واللي لفت انتباهي في منطقه ام المصريين والمنيب، اهالينا الطيبين هناك، لفت انتباهي ان في ست طيبه قوي عمرها يتجاوز 70 سنه وقاعده وسط الناس واللي حواليها. يعني دي ممكن تكون بنتها ودي ممكن تكون حفيدتها. احنا قمنا بصنا على راسها. انا قلت لها يا امي، وجودك وسطينا ده امل. ان انت جايه وتقعدي وتسمعي، يبقى هتاخدي في ايدك بناتك وولادك وجوازهم ينزلوا ينتخبوا. انت الامل عشان تشجعي الشباب. فلا، في على ارض الواقع عمل مع الشارع البسيط. ممكن نلبس البدل قدام الكاميرات، لكن احنا بننزل الشارع بنتعامل مع الانسان البسيط، البني ادم الغلبان. بنقول له انت عايز ايه؟ يقول لك انا عايز اعيش في امان حتى لو هموت جعان. ده البني ادم المصري اللي شايف بعينه قد ايه الناس بتعاني بره بالامن. هو عنده قناعه زي الفيلم المصري الجميل عسل اسود، لما يوسف داود قال لك احنا عندنا كونسبت الحمد لله. المصري عنده كونسبت الحمد لله، وعارف انه مش هيموت جعان، ربنا كرمه. ولكن في يفرق مع ابنه، هل هو مطمن عليه؟ هل هو في امن ولا لا؟ ده المواطن المصري، والاحزاب اشتغلت على ده. وفهموا برضو عفوا المقاطعه انه احنا عندنا مبادرات مهمه جدا قامت بيها الدوله، من اهمها ما بين قوسين كده حياه كريمه. هو يعيش في امان وياكل. طبعا ده احنا بلد عظيمه، احنا بلد عظيمه وفيها خير لا يمكن انه يقدر. فمن حقه انه ينام في امان وياكل كمان. طبعا ياكل كمان. ازاي انا افهمه قيمه المكان وقيمه الزمان او اهميته؟ احنا عندنا ايه؟ انا اتصور انه لازم يكون في طول الوقت في خريطه، في خطه، في بروجرام، اي بقى مصطلح من المصطلحات دي، انه انا هشتغل عليه. انا عايز من الناس ايه؟ عايز من الناس ايه في المراحل اللي جايه؟ عايز الناس انها تفهم، يبقى في تنوير. احنا حضرتك في ثوره 25 يناير الشيء الملفت للنظر، ومش بس دي، في كل الثورات اللي مصر خاضتها،
ما عندكش حاله اجراميه حصلت، ما فيش سرقه، ما فيش نهب للاماكن العامه. انا بتكلم على الجموع الشعب المصري، مش يلا البلد بتقع الحق اخد منها طوبه من اللي بتقع. لا، احنا ما عندناش ده. احنا عندنا حضاره وعندنا قيم انسانيه. كل البني ادمين عندها حقيقه، يعني البلد ده بلد عظيم جدا. ازاي البلد العظيم ده انا اخد بايده بقى، ارسم له خطط مستقبليه، اقول له انه احنا اذا كان تم السنه دي تنفيذ 20، فاللي جاي هننفذ 50، فاللي جاي هننفذ 70. هقول لحضرتك. يمكن في العهود اللي فاتت كان المواطن المصري بيشوف التعامل مع مشاكله باسلوب المسكنات. ايوه، ان احنا برافو. لما يكون عندنا بلغتي كمهندس بقى شرخ، هدهنه او احط عليه برواز اداريه مسكن. المهم انت تبقى مبسوط بشويه الالوان، صح؟ صح. لكن اللي بيتعمل حاليا والمواطن ادركه ان انا بهد البيت اللي بالطين وببني بيت يسعني انا وعيالي واحفادي يليق بينا. فالنهارده المواطن ادرك. انت لما تيجي تتكلمي مع واحد يقول لك دي الحاله صعبه، بس انا يا باشا مشيت على الطريق وصلني من هنا لهنا في اقل من 10 دقائق، ربنا يعمل بيتك. هو مدرك القيمه بتاعه التنميه العمرانيه، التوسع الافقي اللي حصل، شبكه الطرق، البنيه التحتيه، الفاسيلتيز اللي بقت متاحه ما كانتش موجوده قبل كده. وعارف ايفن لو ده عبء او حمل او ضريبه كلنا بندفعها، ولكن احنا مش بنحط حلول مسكنات، لا دي حلول جذريه. مين في بيوتنا، وانا قلت الكلام ده على هوا قبل كده، مين في بيوتنا ما شافش ان احنا بنبيع شويه الذهبات عشان نعلي دور ونشد على بطننا عشان ما نجيبش لحمه العيد السنه دي عشان خاطر بنكمل شغلانه. الاسره المصريه في المرحله دي النهارده، الاسره المصريه النهارده بتبني دور لعيالها. احنا لو حسينا ان احنا منفصلين عمرنا ما هنبني. صحيح، بس هو محتاج يفهم. صدقيني فاهم. لا، المواطن المصري بقى مدرك لا جدا. هو مدرك وفاهم وكل حاجه، بس انت زي ما حضرتك قلت طول الوقت، انا مش هقول لا، انا مش هراهن على فهمه، انا هعمل الدور اللي عليا. ايه الدور اللي عليا ده؟ الدور اللي عليا ان كل واحد يقوم بوقته. الرئيس طول الوقت كان بيعاتب شويه على الاعلام انه مش قادر يوصل الحجم الكبير من الانتاج والمجهود اللي محطوط في الدوله للمواطن بشكل كبير. اللي هو ازاي المواطن في مصر مواطن بسيط، ما كانش مدرك او محتك قوي بالحياه السياسيه او الحياه الاجتماعيه. فهو اللي فارق معاه ايه دلوقتي؟ الفارق معاه مستوى المعيشه. زي ما حضرتك قلت، انا الدنيا صعبه، انا المرتب ما عادش بيكفيني لربع الشهر، انا الكيلو البصل ما اعرفش ب 30 جنيه. ايوه انا محتاج حد اقول له، ما انا معاك من نفس البيئه، تعالى اقول لك، لانه احنا عملنا 1 2 3، وما تبقاش الصوره المتصدره له طول الوقت هي الطرق والكباري. لا، تعالى بقى، انا سيبك من الطرق والكباري اللي مضايقاك دي، تعالى بقى انا هقول لك على مشاريع تانية. عندنا اراضي احنا استصلحناها بلغت كذا، عندنا مدن جديده اتعملت كذا، المشروع الصحي حصل فيه كذا، تبطين الترع حصل فيه كذا، انا انزل بفكري انا ده كمان. ده حصل. وبالفعل الدوله اشتغلت على، مش هنقول ماركتينج او تسويق، ولكن توصيل الصوره في البرنامج اللي اتعمل حكايه وطن. حكايه وطن اوضحت كم المجهود اللي اتعمل في حياه كريمه، والاستثمارات والتطوير اللي اتعمل في ال8 سنين اللي فاتوا، وحجم الناتج القومي اللي اختلف اضعاف صحيح في الفتره الاخيره. ومقارنتك بالدول اللي بره، هو اكبر الدول دون ذكر اسامي مديونه واكتر منك. صحيح. ومعدلات النمو بتاعها ممكن تكون اقل منك، وممكن تكون اللي عملته في ال8 سنين اللي فاتوا اقل منك. وهل معناته ان شعبها مش بيشتكي؟ لا بيشتكي. بس انت هنا الوضع عندك مختلف. انت عندك حرب، انت بتتحاربي. صحيح. بتتحاربي في وعيك. صحيح. بتتحاربي في اقتصادك. صحيح. بتتحاربي بره وجوه وعلى حدودك. اعداء الخير كتير، اللي مش عايزك تقومي وتبقي مارد ويجري اكتر من اللي بيحبوكي. صحيح. ما النهارده العين ما تحبش اللي احسن منها. انت يوم هتقفي على رجليكي محدش هيلحقك ولا هيحصلك. فلازم يهد وعيك، يهد ادراكك. الانتخابات، عشان نرجع للملعب احنا بتاعنا، كل ده للانتخابات بالمناسبه، يعني بالظبط. هي
اكبر برهان ان احنا الشعب ده هيثبت ان هو مدرك وواعي جدا لحقوقه ولمستقبله. لما نيجي نبص لانتخابات 2018 هنلاقي ان كان في 2 مرشحين، كان اجمالي اللي ليهم حق التصويت ما يقرب من 59 مليون، ونسبة الحضور آنذاك اللي حضروا التصويت كانت 41%. طيب انتخابات الرئاسة 24 اللي ليهم حق التصويت 67 مليون، يعني تقريبا زدنا ما يقرب من 12% عن الكشوف الانتخابات الرئاسية السابقة. ال 67 مليون دول من إجمالي أعداد الشعب المصري طبقا للتعبئة والإحصاء حوالي 105 مليون، غير طبعا ضيوفنا اللي موجودين معانا. فاحنا بنتكلم في 67 مليون واحد ليهم حق التصويت. الست المصرية الأصيلة تمثل ما يقرب من 52%. واحنا أدركنا في الفترة اللي فاتت مدى عظمة الست المصرية، أولا في تدبير أسرتها، في الحفاظ على الكيان الصغير اللي هو طوبة جنب طوبة هو اللي محافظ على الكيان الكبير بتاعنا. فعلى ثقة المثقفين أو ثقتنا كأحزاب أو كمجتمع مدني في الست المصرية، لا هيكون التواجد وبقوة. لما نيجي نشوف الشريحة التانية اللي موجودة في أعداد الكشوف الناخبين هنلاقي إن ما يقرب من 35% شباب من 16 ل 30 سنة. فالشباب اللي من 16 ل 30 سنة هينتخبوا في الجامعات بتاعتهم أو في الشغل بتاعهم، لأن هم عارفين إن ده مستقبلهم، عارفين إن هو لما النهاردة ينزل انتخابات فعنده طموح إن بكرة ممكن يكون عضو في حزب، عضو في انتخابات نقابة، ممكن يكون يترقى في أي منصب، لأن بناء إن في شيء من الوعي الانتخابي. ما دام في حق دستوري أنت هتطبقه يبقى المسيرة هتستكمل. فالشباب النهاردة ليهم دور كبير، الست المصرية ليها دور كبير، أهالينا كبار السن اللي هو الفئة العمرية اللي فوق 65 سنة يمثلوا تقريبا 10% من إجمالي الأصوات. صدقيني احنا بنشوف ناس ممكن تكون نازلة تتعكز، وده أنا شفته في انتخابات النقابة. شفناها في انتخابات النقابات. ممكن يكون صحته نازل من سرير المرض بس عشان يدي صوته. صدقيني أنا كنت بشوف ناس بعيني كنت أجري وأحاول أسندهم، أقول له يا باشمهندس كتر خيرك إن أنت نازل. يقول لي يا ابني ده دوري. هو احنا عشنا مهندسين وهنيجي في اخر ايامنا نسيب نقابتنا؟ احنا لازم ندي صوتنا. لا الشريحه اللي هتنزل كبيره جدا، وزي ما ذكرت الرهان كان على ايه حضرتك؟ مراهنين على ايه؟ مين اكتر فئه هتكون هي الابرز في انتخابات 24؟ انا متوقع كل الشرايح تظهر بشكل مدهش. ليه؟ زي ما قلت الست المصريه نسبه كبيره، الشباب فئه كبيره، الفئه العمريه الكبيره ربنا يبارك لنا في عمرهم عندهم احساس بالبلد وخوفهم علينا فهينزلوا، بالاضافه لوجود 3 مرشحين من 3 احزاب، فكل حزب عنده طياره وعنده الناس المقتنعه بالايديولوجيه بتاعته. كل حزب ممكن يكون مندمج في العمل النقابي، فاصبح في عندي حراك سياسي ما بين عدد من الاحزاب اللي موجوده، سواء في ممثلين ليها نازلين حلبة الانتخاب او العمل النقابي في منهم داعمين لتيار عن اخر. فلا انا متوقع النسبه في الانتخابات دي تتخطى نسبه الحضور والمشاركه في الانتخابات الماضيه، وهتكون ملحمه مدهشه للعالم ان انت يا شعب يا مصري دايما بتكتب كتب تاريخ الناس تتعلم ان الشعب ده قادر على نهضه امته رغم الصعاب، رغم الحروب اللي بره، رغم الوضع الاقتصادي العالمي اللي منعكس عليك. انا مش بقول عندنا بس، لا وضع اقتصادي صحيح. عالمي. صحيح. ازمه كونتينر وازمه بترول وازمه حروب في كذا حته، ولكن انت عندك اراده وقوه واصرار تنزل تختار مصيرك، سواء انت منتمي لحزب، منتمي لنقابه، منتمي لجمعيتك العموميه الام ببطاقتك اللي مكتوب فيها انت مصري.
فلا الرهان ادعي ان هو رهان كبير، وان الشعب ده مش هيكسب الرهان ده خالص. يعني انا بضم صوتي لصوت حضرتك وطول الوقت براهن على فكره انه الشعب العظيم ده طول الوقت بيبهرنا. ده حقيقي والله بيبهرنا طول الوقت، بتحس ان انت بتتعلم من انطباعاته، اللي بيدور في ذهنه انت بتتفاجئ بيه. بس طول الوقت البلد دي السمة الغالبة فيها هي انه هي بتحافظ على ما بين قوسين البلد، يعني صح. كل مواطن فيها بيعمل اللي عليه. خليني اضيف حاجه سريعه، اتفضل. ان اخواتنا اصحاب الهمم اللي لاقوا اهتمام في الفتره الاخيره ما كانوش واخدينه في العهود الماضيه. وكلنا بنتذكر العام الماضي كان في مؤتمر قوي ليهم، وقد ايه في منهم طلع زميل او زميله مذيعين لحضرتك، طبعا. في منهم ناس ساقت طياره، وفي منهم اندمجت في المجتمع. يا بيه اكتر ميداليات حصل عليها بالظبط رياضيين في الاولمبياد كانت من اصحاب الهمم. الفئه دي انا مراهن عليها جدا. ليه؟ عاده اللي بيبقى مظلوم او مش واخد حقه ويلاقي اللي ينصفه بيرد له بجميل. فئه اصحاب الهمم حتى لو هي مش هتمثل ما يقرب من 5 ل 10% من اجمالي كشوف الناخبين، يعني بنتكلم 5-6 مليون، ولكن انا متوقع او مش هقول متيقن، ولكن رهاني عالي قوي ان الفئه دي هتكون موجوده بشكل ملحوظ. والاحزاب والمجتمع المدني حطوا خطه بعربيات بسيطه، بملاكي، بميكروباصات، ازاي يساعدوا كل من هم في الفئه دي مش عارف يوصل للجنته، انه يوصل للجنته. حضرتك نورتني. اشكرك. بتمنى التوفيق لكل احزاب مصر في البدايه، ان هم يقوموا بالدور المنوط بيهم القيام بيه، وبتمنى انه العرس الثقافي المصري الانتخابي المصري احتفالا ان شاء الله ب 100 عام من ممارسه الحياه السياسيه في مصر يتوج بانتخابات حره ونزيهه، ويكون فيها شفافيه، ويكون مصر تستحق دائما الافضل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس ماير جرجس، مستشار رئيس حزب مصر اكتوبر وامين مساعد نقابه مهندسي القاهره. نورتني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا مكملين مع حضراتكم. مصر تستعد للانتخابات الرئاسية خلال ساعات. احنا النهاردة فاتحين ملف كبير مع حضراتكم. هنستقبل الآن دكتور مهندس إبراهيم محروس، عضو مجلس الشباب المصري وأحد القيادات الشبابية بمحافظة أسوان، وهيأتيكم طبعا صحبة زميلي أحمد عبد العزيز. وحتى هذا الحين هترك حضراتكم لمشاهدة جزء من الفيلم التسجيلي حياة كريمة.